مساء الخير يا شباب. زي ما قلت لكم يا جماعة إن أوروبا ليها طرق كتير سهلة، وإن إجراءات التأشيرة بتاعتها بتتغير طبعا خلال اليومين دولت. وزي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن الدول زي أيرلندا ودول غيرها ومدى تسهيل الإجراءات بالنسبة للتأشيرة بتاعتها، احنا هنتكلم النهاردة يا جماعة عن دولة جديدة برضو سهلت الإجراءات بخصوص التأشيرة بتاعتها، وهي دولة بلجيكا يا جماعة. بس قبل ما ندخل برضو في التفاصيل اللي أول مرة يشوفنا وحابب يكون معنا في قلب القناة، يا ريت ما ينساش الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا معانا كل جديد. اولا كده يا جماعه لازم نعرف ان بلجيكا دوله من دول الاتحاد الاوروبي ودوله من دول الشنجن، يعني تاشيرتها هتدخلك دول الاتحاد الاوروبي، وتاشيرتها برضه هتدخلك منطقه الشنجن او دول الشنجن كلها. وعاصمه البلد دي يا جماعه هي بروكسل. وتاشيره بلجيكا نوعين: تاشيره قصيره الامد اللي هي السي، تاشيره بتتقال عليها سي، وهي ديت الخاصه بغرض السياحه، واللي ديت اللي هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل ان شاء الله. اما التأشيرة التانية هي التأشيرة دي، وهي اللونج تيرم طويلة الامد يا جماعة، وديت الخاصة بقى بالعمل والخاصة بالإقامة في مسألة إن أنت رايح تدرس. فإن شاء الله النهاردة هنتكلم بالتفصيل عن التأشيرة قصيرة الأمد، وإزاي إن أنت تقدم على التأشيرة ديت وتقدر تاخدها في خلال فترة 15 يوم. هنتكلم خطوة بخطوة. أولا كده يا جماعة، أنت هتروح السفارة البلجيكية وتقدم طلب هناك وتمضيه، وبعد كده بيطلب منك شوية أوراق بسيطة زي جواز السفر. وإحنا قلنا جواز السفر ده يا جماعة على الأقل يكون في أي سنة. تاني حاجة صورتين شخصيتين يكونوا بحجم الصور اللي في قلب جواز السفر. تأمين طبي، التأمين الطبي أو التأمين الصحي دوت 30,000 يورو، ودوت بيتعمل من شركة تأمين ب50 دولار في أي بلد يعني عربية، سواء كنت مصري عراقي سوري من المغرب من الجزائر، هي هيكلفك بالظبط 50 دولار. بعد كده هيطلب منك حجز طيران، حجز طيران ذهاب وعودة بالمدة اللي انت هتقضيها هناك. تالت حاجة هيطلب منك ايه برضه؟ هيطلب منك كشف حساب بنكي. كشف الحساب البنكي ده يا جماعة لآخر 6 شهور، واحنا عارفين هنعمل ازاي كشف الحساب البنكي. ومش شرط يكون فيه مبالغ عالية زي ما قلنا، هو مجرد ان هو محتاج منك لو انت هتقضي 10 ايام هناك في قلب البلد، بيقول لك ان انت يعني هتصرف في اليوم، كشف حسابك البنكي هيغطي ان اليوم ب95 يورو. اضرب 95 يورو في 10 أيام هيطلع لك قد إيه، وضيف عليهم حق تذكرة الذهاب والعودة مع الحجز الفندقي برضه يا جماعة. مع الحجز الفندقي برضه. وإزاي نعرف إحنا نعمل حجز فندقي؟ زي من على موقع بوكينج دوت كوم. بعد كده دي الفلوس اللي لازم تكون معاك في قلب حسابك البنكي. تعالوا برضه هيطلب منك ايه؟ خطة سفر. يعني ايه خطة سفر يا جماعة؟ يعني بيقول لك انت هتروح فين بالظبط، هو عايز يعرف انت هتروح فين بالظبط في داخل بلجيكا او الغرض من السفر. بعد كده تالت حاجة اللي هي الحالة الاجتماعية. الحالة الاجتماعية دي ممكن تقدم شهادة ميلاد، ممكن تقدم عقد الجواز بتاعك. رابع حاجة بعد كده انت بيقول لك بقى اختار اللغة اللي انت حابب تقدم بقى الطلب بتاعك. طبعا هو بيديك اللغة الألمانية والفرنسية والهولندية، وفي خانة كده أذرز أنت بتختارها عادي اللي هي تقييم اللغة، وهي بتقدم عادي إن أنت باللغة الإنجليزية. بتاخد كل الأوراق دي طبعا بعد ما تترجمها باللغة اللي أنت عايزها وبتقدمها في قلب السفارة. لو أنت بقى موظف هيحتاج منك اتش ار، خطاب من الاتش ار لتر اللي هو الاتش ار لتر. لو أنت مثلا صاحب عمل حر هتقدم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. ولو أنت طالب أكيد طبعا قيد من قلب الكلية اللي أنت بتدرس فيها، وخطاب لا مانع من طبعا ولي أمرك. وبعد كده عادي بتحط الأوراق دي كلها وبتدخلها السفارة، بيرد عليك خلال 15 يوم بالظبط لو أوراقك مظبوطة. بتدفع تمن التأشيرة كام؟ هو 80 يورو. تمن التأشيرة يا جماعة 80 يورو، ودي تعتبر أسهل طريقة هتدخلك فعلا بيها بلجيكا. يعني لو أنت اتبعت الخطوات ديت بالظبط وعملت الأوراق ديت بالظبط، اضمن دخولك بلجيكا بإذن الله من غير أي قلق. طيب بالنسبة للتأشيرة النوع التاني اللي هي التأشيرة دي اللي هي اللونج تيرم طويلة الأمد فوق 90 يوم. فوق 90 يوم بقى يا جماعة ديت اللي هي خاصة مثلا لو انت رايح لعمل، لو انت رايح لدراسة، لو انت رايح لعلاج. ديت يعني هتقعد هناك في قلب البلد أكتر من 90 يوم. وديت التأشيرة ديت عارفينها مثلا اللي هي مثلا لعقود العمل، راح تشتغل هناك في قلب البلد عشان تقيم هناك. يعني الفرق ما بين ان انت رايح سياحة وان انت رايح عمل.
فالتأشيرة السياحية تعتبر أسهل طريق إن أنت تقدر تدخل بيه بلجيكا بالنسبة لسهولة خطواتها، وإن أنت تقدر تعملها عادي بإيدك ومش محتاج منك أي سمسار عشان تدفع مبالغ عالية. بالتوفيق للجميع بإذن الله، ولو في أي استفسار سيبولنا في قلب التعليقات وأنا هرد عليكم، وشكرا لكم.